شهري كلم شهري علم شهري سلم لما وصلنا لأجمل شهري كلم شهري علم شهري سلم لما وصلنا. فيلو المدمس نجم نجوم أنباء مصر على الإطلاق من آلاف السنين. في أيام غير رمضان نجم الفطار بلا منازع، وفي السحور البطل الأساسي معايا طول شهر رمضان. وده ليه؟ لأنه مسمار البطن زي ما بيقول الآباء والأجداد، ولقمة تسند القلب زي ما بتقول الأمهات والجدات. الفول المدمس أكلة شعبية مصرية أصيلة اتصدرت لبلاد كتيرة زي السعودية والسودان وبلاد الشام. طبعا هو بطل أساسي عندي في السحور، وأحيانا بعض الناس بتاكله زي الراجل ده هيجنني نرص الأكل على السفرة أشكال والوان، والفول أبو زيت أصل بحبه في فطور رمضان. يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول. المدمس من أهم البقوليات اللي عرفها المصري القديم، تقريبا بيرجع لعصر الأسرة الأولى. وده اللي بيأكده لنا كمان الدكتور خالد عزب في كتابه الآثار شفرة الماضي اللغز والحل. قال إن هو تم اكتشاف لبعض بذور الفول في بعض المقابر زي مقابر الأسرة ال12، وبعض مقابر بسقارة، وبعض مقابر بكوم أوشيم اللي بيرجع تاريخها للعصر اليوناني أو الروماني، وإن في بعض البذور موجودة لحد دلوقتي في المتحف الزراعي بيرجع زمانها وتاريخها لعصور قديمة. كمان هيرودوت بيأكد لي في كتابه التواريخ إن الفول كانت أكلة شعبية جدا، لأن اللي كان بياكلها هو عامة الشعب وما كانش الكهنة بياكلوها. وده بيرجع لتأثير الفول على الأجسام، فهو بيخلي أجسام الناس مليانة أو سمينة، لكن الكهنة كانت بتحافظ على أوزانها فما كانتش بتاكل. طبعا زي ما اتعودنا في كل حلقاتنا إن احنا بنحاول نبحث على أصل الكلمة جاي منين. فكلمة فول كلمة مصرية بتعني بذور، كلمة مدمس هي دي بقى أصل الحكاية. كلمة مدمس في اللغة القبطية بتعني المطمور، يعني الأكل اللي مطبوخ تحت الأرض. طبعا كلمة مدمس مش هيكون واقف على معناها بس في اللغة القبطية، أكيد ليها قصص وحكايات معانا. تعالوا بقى نعرف قصص وحكايات المدمس معانا. دكتورة منال عز الدين باحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية بتقول لنا إن المصريين فعلا عرفوا نبات الفول وكان موجود على الجدران والمعابد والبرديات، بس عرفوه كنبات وزرعوه ووصفوه كل حاجة، لكن ما استخدمش في بداية الأمر للأكل. وده بيرجع لأن الفول ليه قشرة سميكة. بس المصريين هيسكتوا؟ أبدا. ابتدوا ان هم يفكروا في ان هم ازاي يتغلبوا على الموضوع ده، فقرروا ان هم يجيبوا الفول ويحطوه في ميه في اناء ويحطوه في رمله سخنه او في رماد الفرن. فمن هنا العمليه دي بتسمى تمس، او اتحولت لبعد كده دمس بالدال، اللي بعد كده مع مرور الوقت اتحول لكلمه فول ميدم. تتخيلوا ان احنا علشان عارفين ان الفول بيرجع تاريخه للعصور الفرعونيه ان هتكون كلمه مدمس راجعه من الاصل الفرعوني بس؟ لا طبعا، في قصه تانية وحكايه تانية هنقولها. القصه التانية بترجع للعصر اليوناني. كان في شخص في العصر اليوناني بيسمى ديموس من ضمن الناس اللي كان عندها حمامات. الحمامات اللي كانت موجودة في الفترة دي هي الحمامات اللي الناس كانت بتروح تستحمى فيها، وفي بعض منها بقى موجود لحد دلوقتي زي حمام التلات مثلا. الحمامات دي كانت عشان تقدر تسخن المية اللي موجودة فيها كانت بتستغل منطقة وراها اللي هي منطقة حرق القمامة، عشان تبتدي يحرق في القمامة ويبتدي يسخنوا المية علشان يقدروا يستخدموها في الاستحمام. ديموس ده فكر في ان هو يجيب قدرة فول وحط فيها فول وحط فيها مية وقفلها كويس قوي وحطها في السهريج بتاعة حرق الزبالة او القمامة دي، وساعتها لقى نتيجة مبهرة جدا انتشرت جدا ما بين المصريين. وساعتها قالوا ان اسم العملية دي اسمها مدمس راجع الى ديموس. واحنا بنتكلم عن ديموس ذكرنا قدرة الفول. طبعا ما ينفعش نقول فول مدمس من غير ما نقول قدرة الفول بتاعته. طبعا حصل على قدرة الفول تطور كبير مع مرور الزمن، فكانت في الأول قدرة الفول بتتعمل من الفخار، بس لأن الفخار تقيل وبيسبب مشاكل في عملية تدميس الفول فابتدينا نستغنى عن استخدام الفخار في تدميس الفول
واستخدمنا ساعتها النحاس. وبالفعل قدرت الفول تكون مصنوعة من النحاس لمدة 4 قرون، لحد ما ابتدت تظهر عندي معادن جديدة وحاجات جديدة وتطور في قدرة الفول اللي بقينا بنعملها دلوقتي من الألمونيوم والستانلس. تعالوا بقى احكي لكم كمان عن اغلى قدرة فول. مع اغلى قدرة فول هي من ضمن احدى مقتنيات الملك فاروق، موجودة في قصر المنتزه، مصنوعة من الذهب. ليها قصة وحكاية جميلة. بتبدأ الحكاية من سنة 1919 لما الحاج علي العاصي فتح المحل الفول الخاص بيه، وابتدت تنتشر سمعته وشهرته وقد ايه الفول بتاعه حلو ولذيذ. وفي سنة 1930 وصل إلى قمة شهرته، وابتدى يعرف عنه الملك فاروق، وكان من أهم رواده في المطعم. وكان الملك فاروق بيستقبله كل يوم الساعة 6 بقدرة الفول علشان يفطر فول من الحاج علي المتميز جدا في طعمه ومذاقه. بس كانت ساعتها قدرة الفول بتاعة الملك فاروق ساعتها مصنوعة من الفضة. أهداها ليه الحاج علي نوع من أنواع التقرب إلى الملك. ومع ولادة الأمير أحمد فؤاد الثاني ساعتها الحاج علي حب يتكرم أو يهادي الملك فاروق، فأهداله قدرة فول مصنوعة من الذهب لتكون أغلى قدرة فول موجودة في مصر. طبعا الفول موقفش عندي في مصر كأكلة وخلاص موجودة على الفطار أو على السحور، لا، ده دخل معايا في بعض الأمثال. فهنلاقي مثلا عامل زي الفول البايت من غير ملح ولا سمن. اعتقد ده بتتقال على حاجه اللي هي مش واضحه قوي، او الحاجه اللي مش لذيذه، اعتقد حاجه زي كده. كمان عندي مثل كل فوله مدمسه ليها كيال اعور. انا مش عارفه ليه، مش فاهمه ليه. في مثل تاني يمكن اوضح اكتر من المثل ده، اللي كل فوله وليها كيال، ان كل حاجه وليها الحاجه بتاعتها، او كل حاجه ليها الحاجه اللي بتليق عليها اكتر يعني. وفي طبعا انا فهمت الفولة، يعني انا عرفت اللي فيها. هل الامثال كانت نهاية المطاف مع الفول؟ absolutely. دخل معانا في الاغاني زي عن موضوع الفول واللحمة صرح مصدر به مسؤول إن الطب اتقدم جدا، والدكتور محسن بيقول إن الشعب المصري خصوصا من مصلحته يقرقش فول، حيث الفول المصري عموما يجعل بالبني آدم غول، والبروتين الكامل طيب نادر زيه أيها فول، تاكل الفخدة في ربع زكيبة، والدكتور محسن مسؤول يديك طاقة وقوة غريبة تسمن جدا تبقى مهول، لحمة نباتي ولا في العادي تاكل قدرة تعيش مسطول. انا مش هقول عن المقولات الكتيرة اللي بتتقال عن الفول ولا اللي بتبقى مكتوبة على عربيات الفول، انا هقول بس اشهر جملة فول لو خلص الفول انا مش مسؤول. طبعا دلوقتي كلكم عايزين تعرفوا احنا ليه بناكل الفول سواء في الفطار في الايام غير رمضان وبيكون عندي اساسي في السحور. ده لان الفول هو بديل للحم وبيحتوي على بعض العناصر الغذائية اللي بتقدر تمد الانسان بالاحتياجات الضرورية بتاعته طول فترة الصيام. عشان كده بيكون هو مسمار البطن زي ما قالوا الاجداد، ولقمة تسند القلب زي ما قالت الجدات في طبق الفول اللي لازم يكون موجود عندي على السحور، واللي طبعا مش محتاج ان انا اقول ان هو تراث اساسي من ضمن تراثنا المصري. وسؤال حلقة النهاردة: من هو الصحابي الملقب بأبي المساكين؟ من هو الصحابي الملقب بأبي المساكين؟ مساء الفل. إلى اللقاء يا أصدقائي، أشوفكوا بكرة في الفزورة.